اصبر هتاخد كلام نضيف وحلقه نضيفه. اصبر هتاخد اخبار ما خدتهاش في الاعلام المصري. اصبر واضرب اللايك والشير والاشتراك واستمع للحلقه، في الاخر هتعرف ان الكلام مش اي حد يقوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان، تحية طيبة لكم جميعا. وقبل ما نخش في التفاصيل لأن معانا تفاصيل كتير، نبدأ كلامنا كعادتنا بذكر الله. فلا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هتسمع أخبار ضرب نار زيزو والجزيري وتريزيجيه، وهتسمع حلقة من الآخر فيها ضرب نار للصباح الباكر. حلو الكلام. ولكن قبل ما نخش في التفاصيل نبدأ بحاجة على الهامش. ايه هي؟ عقوبات لجنة الانضباط والحكايات والروايات. دي عقوبات يا راجل، ارحمونا بقى، ارحمونا عشان احنا تعبنا، ارحمونا جبنا اخرنا. طيب جوميز، فاكرين جوميز؟ مدرب الزمالك السابق، ماله؟ ياه مش اتعاقب يا راجل، اتعاقب بجد. وخد مباراتين و50,000 جنيه غرامه. بتتكلم بجد؟ اسمع الكلام. جوميز اتعاقب بعد ما رحل على نادي الزمالك، لان ما يقدروش يعاقبوا جوميز وهو داخل نادي الزمالك. نقطه ومن اول السطر. مروان حمدي ماله؟ اتعاقب 6 شهور يا راجل. بعد ايه؟ بعد ما خلاص شبع بقى لعب. بعد ما شبع لعب جايين يعاقبوه. بعد ما شاب ودوه كتاب. ده بقت حاجه مرار طافح للصباح الباكر، مرار طافح للصباح الباكر. عقوبات ايه اللي انتوا جايين تقولوا عليها يا راجل؟ ده احنا تعبنا هري وتعبنا مناداه ان انتوا تطلعوا العقوبات. لا ده وايه؟ جوميز اتعاقب مباراتين ومروان حمدي اتعاقب 6 شهور، والعقوبات طالعه بعد ما خللت في الادراج. خلينا نخش في مواضيعنا المهمه واخبارنا الاهم. وسيف الجزيري بيفسخ عقده مع نادي الزمالك. سيف الجزيري بيفسخ عقده مع نادي الزمالك ويصبح فري خلال يومين. سيف الجزيري هيصبح فري. طيب الاهلي مش بيدور على مهاجم؟ الاهلي مش عمال يبحث على مهاجم يسند وسام ابو علي؟ اهلا بسيف الجزيري، اهلا وسهلا بسيف الجزيري. اللي كان راتبه كام في نادي الزمالك يا اولاد؟ اللي كان راتبه كام في نادي الزمالك يا رجاله؟ اللي كان راتبه كام في نادي الزمالك يا شباب؟ 400,000 دولار في الموسم. 400,000 دولار في الموسم. يعني النادي الاهلي لو اتعاقد مع لاعب حر بهذا المستوى، وسيف الجزيري كلنا عارفينه، هياخد كام في النادي الاهلي يا اولاد؟ ممكن يديله 600,000 دولار. ممكن يديله كام؟ 600,000 دولار. ده كده زقططت وبقت عنب العناب. اضرب بقى لايكك يا كبير، اضرب لايكك يا كبير، اضرب لايكك علشان داخلين على ايه؟ على زيزو وابو زيزو والحكايات والروايات اللي عماله تحصل. انا زي ما قلت لحضراتكم في الحلقه اللي قبل كده، قلت لحضراتكم هل سيوافق زيزو بالانضمام للنادي الاهلي وياخد 20 مليون جنيه فقط لا غير؟ قلت لكم ممكن يوافق. ليه؟ لان 20 مليون في ايدي وضامنهم احسن من 100 على الشجره ومش ضامنهم. احسن من 100 على الشجره ومش ضامنهم. اضمن 20 في ايدي ولا 100 على الشجره ومش ضامنهم؟ ده فلوسه القديمه لغايه دلوقتي ما خدهاش. يبقى ايه؟ يضمن 20 في ايده ولا 100 على الشجره؟ لا، يضمن 20 في ايده. وال20 مش هيبقوا 20، ال20 ده دول العقد الرسمي. اما بقى ممكن يسمحوا له ب10 كمان اعلانات، وب10 كمان بونصات، وب10 كمان بطولات، وكل ما انت عايز قول. يبقى انت كده ضربت 50 عصفور بحجر واحد. يبقى معاك جناح زيزو شمال
والإدريسي يمين ومعاك حسين الشحات وطاهر، يبقى انت كده عملت عنب العناب، عنب العناب. وكمان يجي لك سيف الجزيري بديل استراتيجي مميز لوسام ابو علي، يبقى انت كده ضربت 50 عصفور بحجر واحد، 50 عصفور بحجر واحد. ويبقى ميركاتو الاهلي دخل في المراحل الاخيره والمنعطفات المتقدمه، وزي ما انت عايز تقول. يبقى الاهلي خلص على جميع افراد الزمالك المميزين، خدت زيزو وخدت سيف الجزيري، يبقى انت كده ضربت 50 عصفور بحجر واحد. تيجي تنور، زيزو اهلاوي على فكره، زيزو اهلاوي من عيله اهلاويه، وطلع هو اللي قال الكلام ده بنفسه، مش بنقول كلام من عندنا. وسيف الجزيري خلاص رفع الشكوى للفيفا وهيفسخ عقده خلال 3 أيام. لو الكلام ده حصل يبقى النادي الاهلي يتضرب له تعظيم سلام، ويبقى النادي الاهلي خلص على الزملكاويه بالقديم والجديد، بالقديم والجديد. يبقى فتحنا باب الاهلي للاعيبه الزمالك، ويبقى الاهلي بقى كله لعيبه من اكبر قلعه رياضيه في العالم، مش في مصر. مصر ايه يا عم؟ مصر ايه يابا؟ هو في مصر غير النادي الاهلي؟ في مصر غير النادي الاهلي اللي مشرف مصر ورافع اسم مصر عاليا خفاقا هو النادي الاهلي. تمام؟ دول صفقتين على وشك الانتهاء وفي المراحل الاخيره المتقدمه للنادي الاهلي، يبقى كده تعظيم سلام. طيب الادريسي خلاص، الادريسي خلاص خلال 3 ايام هتسمع انه وقع للنادي الاهلي قولا واحدا. طب وتريزيجيه؟ تريزيجيه زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه ان تريزيجيه خلاص، يعني بص في نهايه الموسم مش هينفع في يناير، لا هيبقى في نهايه الموسم وهيجي ينور مكانه وبيته. تريزيجيه يعشق النادي الاهلي عشق لا غبار عليه، لا غبار عليه. تمام؟ سلم لي بقى يا كبير على لجنه الانضباط ولجنه المسابقات ولجنه القرات، وزي ما انت عايز تسميها سميها. ده بقت سمك لبن تمر بلح تمر قرنبيط تمر، زي ما انت عايز تقول عليها قول. قال ايه؟ لجنه المسابقات اصدرت القرارات بايقاف جوزيه جوميز اللي رحل اللي مشي بعد ما شاب ودوه كتاب. ده بقت حاجه عنب العناب. عشان ما اطولش عليكم، اللي ما ضربش اللايك يا رجاله يضربه، واللي ما اشتركش في القناه يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا لكل المتابعين.